اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ عشان الاهلي ياخد البطوله دي يا كابتن ان شاء الله في الماتش اللي هناك يعمل ايه الفريق؟ انسى ماتش النهارده. انا لا ابحث عن مبررات. انا الوداد صحيح الشوط الاول لم يكن كان خارج التغطيه، لكن الشوط الثاني استحق ان يكون افضل. كان هناك بعض الاخطاء التحكيميه اللي لازم نتكلم عليها في الشوط الثاني. كلامنا النهارده عن نهائي دوري ابطال افريقيا في ماتش الذهاب بتاع الاهلي المصري والوداد المغربي. الماتش خلص بنتيجه 2-1. الاهلي كان متقدم 2-0 لغايه الدقيقه 87، لغايه اما الوداد جاب جون في الاهلي وبعدها تنتهي المباراه بنتيجه 2-1. فين بقى المشكله الكبيره اللي عامله حاله حزن كبير قوي عند جماهير الاهلي اللي انا ذات نفسي مش فاهمها؟ جيمس حبيب قلبي تعالى اصحابك تخافش والحزن الموجود الكبير دوت عند جماهير الاهلي هو دوت اللي ممكن اصلا يخسر الاهلي في الماتش الثاني اللي هيتلعب في كازابلانكا في المغرب. تقول لي ازاي يا شباب؟ اقول لك انا ازاي. انت دلوقتي كسبان 2-1، يعني لو الماتش هناك خلص 0-0 انت تكسب البطوله. لو جبت هناك جون الوداد هيحتاج يجيب 3 عشان يكسب او 2 عشان يلعب معاك اكسترا تايم. فانت الفكره هنا ان انت مش خسران الماتش، لا انت كسبان الماتش بنتيجه 2-1. طب ليه حاله الزعل او حاله الحزن الجامده جدا اللي موجوده عند جماهير الاهلي دي؟ انا بصراحه مش شايف لها مبرر. يعني عندك مثلا ريال مدريد لما كان بيلعب مانشستر سيتي في نص نهائي دوري ابطال اوروبا، لما خرجنا متعادلين على ارضنا قصاد مانشستر سيتي ما زعلناش، بالعكس دعمنا الفريق وعملنا اللي علينا. النتيجه بعدها كانت قاسيه وكانت 4-0 للسيتي والموضوع كان صعب قوي. احنا كمشجعين لنادي ريال مدريد بصينا هو ريال مدريد ما بيلعبش ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو جوارديولا عمل ايه في السيتي خلاهم يقفلوا على ريال مدريد لدرجه ان هو لما الكادر جه على إيدرسون عصام الشوالي برضو ما سبناش في حالنا. خلاص بقى، خلاص ده انت غير اسمه خلاص. ومن اكتر الحاجات اللي استغربتها برضو في جمهور الاهلي على السوشيال ميديا ان هو بيتكلم عن التحكيم. بيني وبينكو انا كزملكاوي لما بشوف حد اهلاوي بيحس بالظلم التحكيمي انا بالنسبه لي بفرح كده، بنشكح، اللي هو فعلا انت حاسس بظلم تحكيمي؟ يا راجل حرام عليك. طبعا يا عم، يومين هيشهد العروسه. الكرة بتاعت مروان عطيه واللي هي المفروض فيها انذار ما فيهاش نقاش دي انت ما بتتكلمش عنها. نيجي للزقه بتاعت علي معلول اللي وائل جمعه استفز جدا في الاستوديو بتاع بين سبورت بعد الماتش، وكان بيقول لك ان علي معلول كان اصلا المفروض في الكرة اللي قبلها ياخد فاول. طب هي الكرة نازله على دماغ اللعيب بتاع الوداد، الكرة نازله من السما، اللعيب بتاع الوداد بينط وعلي معلول ما نطش، علي معلول عمل كده. فاللعيب بتاع الوداد وهو بينط معلش يعني اكيد ما كانش هينط عامل ايده كده حاطط ايده ورا ظهره عشان يطلع يجيب الكرة بدماغه، لا هو بينط عادي ايده لمست، يعني هو ما نطش سند، يعني هو ما سندش على علي معلول، هو ايده لمست علي معلول عادي. حتى علي معلول نفسه لو كانت لمسته ما كان هيصدق يقع ويقول لك عيني ومش عارف ايه وضربني في دماغي يا سعاده البيه، بس الكلام ده ما حصلش لان الكرة كانت عاديه جدا. لكن الزقه بتاعت علي معلول دي بصراحه انا وقفت استغربت، طب هو ليه الحكم هنا ما راحش للفار؟ هو في فار اصلا؟ طيب معلول مش من البدايه بس معلول مش طالع للكرة. وائل من البدايه يا عزيز، من البدايه كوع في دماغ معلول. ولو الزقه دي في ضربه جزاء يبقى الكرة اللي في الشوط الاول تبقى محضر واسم لا بصراحه انا بستغرب جدا الجدل التحكيمي الواسع اللي موجود بين جماهير الاهلي وبعضها، اللي هو احنا اتظلمنا في الماتش. اتظلمت فين يا معلم؟ انت كسبان 2-1، التحكيم وقف في صالحك في كذا كوره مهمه جدا، ده غير ان الوداد جاب كوره في العرض قبل الجون ما يجي والدنيا كانت ماشيه معاك زي الفل. مصطفى شوبير تقريبا صد 3-4 كور، فالدنيا عندك كانت حلوه، الماتش عندك كان ماشي كويس وخلص بنتيجه كويسه. بس هي الفكره في ايه؟ لو هتقارن لي الماتش بتاع امبارح بماتش ترجي مثلا، فانا هقول لك ان الترجي كان بيلعب من غير جمهور وعلى ارضه، وعلى ارضك لازم تكسبه، لان هو اصلا الترجي عنده 8-9 لعيبه مصابه وبيلعب بحارس كان تقريبا اللاعب ده بيلعب بيسبول وبعد كده جه وقف جون. الدنيا عنده ما كانتش احسن حاجه. ومن حظك الحلو برضو ان انت سان داونز طلعت من الوداد في نص النهائي، فانت تحمد ربنا فعلا ان انت ما لعبتش سان داونز. وبعدين تعالى لي هنا، هو انت اصلا السنه دي ايه المطوشه الجامده اللي انت حققت فيها نتائج جامده؟ من ساعه ما بدات مشوارك في افريقيا بعد المجموعات انت ما بتلعبش في الدوري والفرق الثانيه كلها مخلصه الدنيا عندها. والله يعني الحقيقه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني جاي عشان خاطر يعني انت خارج كسبان، ليه ما وقفتش مع فريقك؟ ليه ما اتكلمتش ان هو ده
انا فريقي كسب وابقى فرحان ان فريقي كسب، بدي الثقه الفريق ان هو يكسب في الماتش التاني. ليه بتوصل رساله كده للعيبه ان انتوا اتظلمتوا وان انتوا الحكم جه عليكم وان انتوا لعبتوا كويس بس هو مفيش توفيق عشان الدنيا كلها واقفه قصادكم، وهو مفيش حد واقف قصادك يا ابني. انت الدنيا كلها ماشيه معاك. يعني انت شويه بتقول اصل احنا الاهلي وبعبع افريقيا وما بنخافش من حد، ولما تيجي تتحط في الزنقه تقول لك لا يا عم ده احنا هنروح نخسر في كازابلانكا. ودي كانت النقطه اللي استوقفتني جدا بعد الماتش، اللي هو ليه جماهير الاهلي وليه السوشيال ميديا محسساني ان الاهلي هو اللي خسران 2-1، الاهلي كسبان 2-1. ايه المشكله ان انت تدي دفعه معنويه لجمهورك، اللي هو ما دام انت قدرت تكسب هنا تقدر تكسب هناك، وحتى تقدر تتعادل هناك، تقدر تجيب جون هناك يعقد لهم الدنيا. ليه ما حدش قادر يقول كده؟ الكلام كله على الحكم، وانا شايف بصراحه ان الحكم لو ظلم الاهلي ايراد فهو ظلم الوداد 24 ايراد، ودي بصراحه من الحاجات اللي هتخلي الاهلي بنسبه كبيره ممكن يخسر الماتش الثاني. لو تسالني انا بقى تقول لي يا شباب انت عايز مين يكسب، طبعا هقول لك الوداد، مش حبا في الوداد والله، بس هي الفكره بالنسبه لي ان انا راجل زملكاوي واللي قصادي راجل اهلاوي، احنا الاثنين كل واحد فينا بيشجع الفرقه اللي غارمها الفرقه الثانيه. يعني انا الغريم بتاعي الاهلي، والاهلي الغريم بتاعه الزمالك هنا في مصر. بره مصر الغريم بتاعي برضو بره مصر الاهلي. لا يا ربنا يبتليكم بالودوده. عارف سلام يا واد. فالفكره ان انا اشجعك في النهايه وانت تشجعني في النهايه، ده لو رحتوا اصلا فدي هتبقى فكره غريبه بالنسبه لي. يعني انا عمري مثلا ما شفت ان برشلونه بيشجع ريال مدريد في كاس العالم للانديه او في دوري ابطال اوروبا عشان وصل النهائي وهو لا. دي حاجه من الحاجات اللي اتمنى وسائل الاعلام الرياضيه في مصر تتكلم عنها، اللي هو يا جماعه احنا بننافس بعض، فانك تقول لي ان انا اشجع الاهلي عشان ده فريق مصري، انت كده بتعمل فتنه، انت كده عاوز تعمل مشكله بيني وبين الاهلاوي، اللي هو انت ما بتشجعنيش عشان انت مش مصري. ودي كانت رساله الجمهور الاهلي، اللي هو بعد اذنكم يا اهلاويه، بغض النظر عن تشجيعي للزمالك او ان انا عاوز الوداد يكسب بجد، انتوا عملتوا ضغط على اللعيبه مش طبيعي، ودوت بنسبه 90% هيخسرهم الماتش الجاي. فاتمنى من اداره النادي الاهلي تتحرك انها تقول ان احنا كسبنا، او تنزل تقول ان احنا عملنا ماتش كويس والماتش خرج احنا خارجين كسبانين ومش هيفرق معانا كازابلانكا، احنا رحنا كسبنا الترجي في رادس. شويه كلام تشجيعي كده حلو يخلي لعيبه الاهلي ما تحسش بالضغط قبل الماتش التاني، لان هم لو حسوا بالضغط هيبقى نفس السيناريو بتاع نهائي افريقيا بتاع الموسم اللي فات. تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ وان شاء الله ماتش النهائي يبقى مشرف وما يحصلش فيه مشاكل زي اللي حصلت في الماتش دوت. مشكله عايز اكلمكم عنها، اللي هو يا جماعه رسالتي هنا لجمهور الاهلي بجد، لما انت تلعب خصم والخصم ده يبقى كويس او شادد حلو في الملعب ويبقى عنيد معاك، مش هيبقى منظر حضاري خالص لما تقعد تحدفه بازايز الميه وتشتمه وتعمل وتسوي، لان انت كده لعيبتك اللي انت كنت بتشجعها من 10 دقايق في الماتش قبل ما يخلص هتروح كازابلانكا عندهم في المغرب وهيستقبلوهم استقبال مش لطيف، وكل ده بسبب افعالك. فبجد لازم اداره النادي الاهلي تتحرك وتتكلم مع الجمهور في الحق، مش تقعد بس تنزل وتمشي مع الجمهور في الهوجه وخلاص وتقول لك اصل لا ده الحكام مش عاجبني، طب انا هنسحب والجمهور كده وبيفرجوني منها هيتفرج لكم على مطوشه، وتقعد تعمل شو وخلاص. لا، زي ما انت بتعمل شو في التخريب، لا يا حبيبي روح اعمل شو في انك عندك مشاكل مع بعض الجماهير ان اللي بيعملوا كذا وكذا 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 وكذا. ودلوقتي المواضيع بقت اسهل غير الاول، بقى كل مشجع معاه فان اي دي بتاعه ومعروف هو مين ورقمه كام، وممكن يتمنع 3-4 مباريات بقى بسبب احداث الشغب ولا الشتيمه ولا المشاكل دي كلها. فالمواضيع ما بقتش صعبه زي زمان. فبجد لو انت خايف على لعيبه الاهلي او خايف على الجهاز الفني للنادي الاهلي وهو هناك في المغرب ان هو يحصل له نفس ردود الافعال اللي انت بتعملها مع خصمك هنا، فانت كاداره النادي لازم تنزل وتتكلم في النقطه ديت وتقول يا جماعه عيب، ما يصحش اللي حصل دوت، واتمنى ان هو ما يتكررش تاني. فانا هستنى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟